انا عايز ارش العربيه، بس بصراحه انا قرفت ليه يا فندم؟ العربيه قدامك اهو، ميني كوبر كانتري، رشاشها بقالي شهرين. بعد شهرين العربيه بالمنظر العره اللي انت شايفه ده انت عندك الدهان اصلا اتمسح وراح. واو، ده العربيه واكله معجون عبط يعني، بجد فيها معجون كتير. ده مش كلامي، ده كلام كريم بوياجي اصلا من وهو عنده 5 سنين هيقول لنا ايه المشكله عندك في الدهان. هو ايه استسهل وحط الواطي معجون ان انا بنزله ده. لو احنا نزلنا ده، واخد بالك، هنرجع بقى في السمكره دوت هيوطى معاه، هيبقى حته واحده، مش هنعوز نحط معجون. هو الجزء ده كل ده مليان معجون 1000 1800 و1700. لما نشيله خالص لازم السمكره نرجع على العالي ده اللي قدامنا الصاجه. حضرتك اخترت يعني اقل تكلفه. لا والله بالعكس، ده انا اتقال لي 5 قروش، قلت له خد ال5 قروش بس اديها لي حلوه. هي المشكله هنا يا فندم، المشكله ان هو ما قالكش التفاصيل، ما قالكش هيحط نوع الدهان ايه، ما قالكش هيحط معجون ولا لا، وما اتفقش معاك القياس بعد ما يخلص هيبقى ايه. هو ده حقيقي حاجه ما شغلتش بالي بيها، انا اتفقت ان هو هيرش، فطبيعي اتوقع ان هو هيرشها مظبوط. غلط تماما. حضرتك قال لك 5 قروش، قلت له اتفضل. هو كده بالنسبه له ال5 قروش دول اللي كان هيمكش بيها العربيه معجون ويدي اسوأ انواع الدهان بقت حق. لو كلمته بقى ان نوع الدهان وحش هيقول لك زود بقى يا باشا على ال5 15 عشان يديلك دهان مظبوط، وفي الغالب مش هيديلك برده مظبوط. طب والحل ايه بقى؟ الصح ان كل ده ينزل على الارض، نشوف المشكله فين، نعالجها. فيلر، لون، ورنيش عربيتك كده تمام، ما فيهاش اي مشكله. تمام اتكل على الله.